عند الولاده ابني علي عنده 3 فتحات بالقلب، فراجعنا به دكاتره كل العراق وايران وهاي، فما حصلنا نتيجه هنا. سافرنا به لبنان، حصلنا دكتور زخي سوى له اول عمليه بلبنان، الحمد لله والشكر ناجحه. عنده بقى فتحتين، اتصلنا به بالدكتور قال راح اجي المستشفى الفاروق الطبي بسليمانيه، سوينا العمليه الثانيه والحمد لله والشكر ناجحه 100%. أنا دكتور زكي صليبة، أخصائي قلب أطفال. اجتنا حالة كنت شايفها قبل ببيروت، وعلى عمر ال10 شهور ببيروت. الطفل من بغداد كان عمره 10 شهور وعنده شريان الصلة وعنده ثقب بين البطينين وثقب بين الأذينين. قررنا نعمل العمليات على مراحل، لأنه كل مشكلة بالقلب ممكن ببعض الأحيان تروح وحدها، يعني تشفى وحدها وإلى توقيت معين. شريان الصلة إذا ما سكر أول شهرين ما بيسكر وحده. قررنا نبلش بشريان الصلة وخضع لعملية ناجحة، سكرنا شريان الصلة بدون جراحة بالقسطرة بالسداد. على عمر ال5 سنوات بقيت الثقب بين البطينين فاتح، وهيدا توقيته. إذا ما سكر على عمر ال5 سنوات الثقب بين البطينين لازم يتسكر. كمان تم إجراء تسكير الثقب، ولكن هالمرة بالFMC بالفاروق ميديكال سيتي. سكرنا ثقب بين البطينين بالسدادة، وكانت أول عملية من نوعها بسدادة الMFO بالسليمانية بالFMC. هلا على عمر ال7 سنوات رجع هالطفل عنده ثقب بين الأذينين يلي توقيت تسكيره مرق، يعني صار لازم يتسكر، وسكرناه بواسطة الميل كمان بالشمسية بدون لجوء لجراحة قلب المفتوح. وهيك بنكون حللنا له قصصه مشاكله القلب المتعددة ب3 عمليات بالقسطرة بدون جراحة. وهاي العملية الثالثة والحمد لله والشكر هم ناجحة 100%. فدكتور زخي دكتور راقي هنا بسليمانية.